عليكم وأهلا بكم إلى أول عرض إخباري مفصل مباشرة من القناة الثانية. ونبدأ هذه النشرة بالاحتفالات بالسنة الهجرية الجديدة 1437. اليوم فاتح محرم ببلادنا، أعاده الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير والازدهار. رأس سنة الهجرية يحيي فيه المسلمون ذكرى الهجرة النبوية من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الاحتفال برأس سنة الهجرية دلالاته الروحية وأبعاده الدينية في روبورتاج عبد الحميد المرابط وعبد العالي عميرش من الحسيمة. بإطلالة شهر محرم يستقبل المسلمون سنة هجرية جديدة وموسما آخر للنفحات الربانية وذكرى حدث عظيم يرتبط بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة المنورة. حدث ألهم الفاروق عمر بن الخطاب بجعل الهجرة منطلقا للتاريخ الإسلامي، ليلتقي الحدث العظيم في أبعاده بشهر عظيم في ثوابه. فتح محرم كيمثل بداية السنة الهجرية اللي كيذكرنا بهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة للمدينة. كنتمنى ان شاء الله هذه السنه غادي تكون سنه امن وامان على المسلمين جميعا، وتحسن الاوضاع ان شاء الله في جميع الدول العربيه والاسلاميه. فتح محرم اللي هو يعني اللي يحدث فيه الهجره النبويه، ويعني بهذه المناسبه كنتمنى سنه هجريه سعيده لكاع المغاربه. التاريخ للهجرة هو تاريخ لميلاد الأمة الإسلامية ونشر أنوار الهداية في الأرض، لفتح الآذان الصم والقلوب الغلف على التوحيد والحق والعدل وخير الدنيا والآخرة. وتظل الهجرة النبوية درسا بليغا في الجمع والتوفيق بين مقتضى العمل بالأسباب والسنن وتمام التوكل على الله. تعطينا الهجرة النبوية أيضا درسا في حسن التوكل على الله مع حسن التدبير والتخطيط والأخذ بالأسباب من أجل تحقيق النصر المنشود لهذا الدين. تعطينا السيرة النبوية والهجرة النبوية بالخصوص درسا في صناعة الأمل، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه حين وعدهم بأرض ينشئون فيها دولة الإسلام يعبدون فيها الله تعالى. ولأن المسجد مؤسسة تربوية لا تقوم الحياة الإسلامية بدونها، فقد كان أول ما بدأ به النبي الكريم حين وصوله إلى المدينة وبناء مسجد قباء، ليبادر بعدها إلى المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، وهو ما جعل من الهجرة درسا عميقا في مبدأ الأخوة. والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. يقول في كتابه الكريم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ويتحدث القرآن الكريم عن قصص الأنبياء والأمم السابقة لنأخذ منها العبرة، ليس من أجل التسلية وتسجية الوقت فقط. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. عام هجري ينقضي وعام جديد يهل هلاله، لتسقط بذلك ورقة من شجرة العمر وتفتح صفحة جديدة في كتاب حياة المسلمين الذين هم مطالبون اليوم باقتباس الدروس والعبر من وقائع الهجرة، علها تكون فأل خير وطالع يمن وبركة على حياة وأحوال الأمة الإسلامية.